وشوف ايش قد الله سبحانه وتعالى جعل لك من الحلال. شو الله حرم علينا من الشراب؟ خمر. شو حلل لنا؟ شغله واحده حرام عليك. شو حلل لك؟ المي والشاي والعصير والشراب شو بدك من انواع الشرابات، على شرط ما يكون فيها شيء من خمر او سكر او ما شابه ذلك. وشو حرم عليك رب العالمين؟ لحم الخنزير والميتة والدم. او من اللحوم حرم عليك شو حلال لك؟ من الطيور، من الانعام، من الابل، من الغزال، من الى اخر ما هنالك. تشوف الشيطان ليش الله حرم عليك الخمر؟ يا اخي ذوقه، والله ترى في فائده. لو ما في فائده يعني الله عم يقول واثمهما اكبر من نفعهما، معناه في له منفعه. شوف شلون يزين لك يعني. المنفعه المقصود فيها من الخمر هي المنفعه الماديه، يعني في البيع والشراء. يجيك واحد مثل يقول لك والله البيره تريح الكلاوي يعني معها بحصه، ترتاح بقبرك ونخلص من سوالفك يا ابن الحلال. شو الكلام هذا؟ شو الكلام هذا؟ اعوذ بالله. ببيره اسلاميه، يا سلام. بكره تقول لي بعرق اسلامي، تفضل خلصنا. بلحم خنزير اسلامي، ذبحت الخنزير بسم الله والله اكبر، اسلامي. هيك يناقشك بعض الجهله. حفظهم الله اجرك. الحمد لله انه ما تعلم العلم وصار داعيا. ذلك سيدنا علي الله يرضى عنه يقول لا تعلموا ابناء السفله العلم. مصيبه تشتغل الفتوى بهذا الامر. وشوف رب العالمين سبحانه وتعالى ايش قد حلل لك، ايش قد من الحلال. مو كثير من الحلال. حرام شغله او شغلتين. حرم عليك الربا وحل لك البيع والشراء والعمل والرزق والزراعه شو الامور الله حللها. لكن الشيطان يجيك يقول لك يا اخي ترى كل ممنوع مرغوب. لما اجى على ادم في الجنه قال له الا ادلك على شجره الخلد وعلى ملك لا يفنى. ترى الشجره من تاكل منها تظل الى ابد الابدين، ويصير عندك ملك لا يفنى. فكل منها وكل منها آدم عليه السلام، وصار اللي صار، حصل الذي حصل. نعم. إذن الشيطان يقول لك هذه زينة وهذا شيء جميل.